قصة حزينة تتكرر في النادي الأهلي. هل تعلم من هذا؟ محمد عبد السلام. هو حمزة عبد الكريم القديم، الذي جاء له عرض من برشلونة الأسباني للانضمام للفريق قبل أن يأتي لهم ليونيل ميسي. فجاء العرض إلى الأهلي بعد أن أدى في بطولة ودية مع فرق الكبرى في العالم في خط الوسط النادي الأهلي، التي فاز الأهلي بهذه البطولة، وكان عبد السلام لافتا للأنظار. فجاء برشلونة للتفاوض مع الأهلي من أجل ضم اللاعب، ولكن الأهلي رفض. وفي الوقت ذاته وافق فريق ميسي في الأرجنتين للانتقال إلى برشلونة مقابل مصروفات علاجه، لكي لا يقول النادي الأهلي أن المقابل المادي ضعيف للغاية. فها هنا ميسي أفضل من لمس الكرة انتقل إلى الفريق الأسباني للعلاج وللمعايشة فقط، فأصبح الأفضل في التاريخ.